السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من جرعة دوبامين لكل محبين وعاشقين العربية. كم مرة قعدت في قعدة مع ناس كبيرة وبيتكلموا عن العربيات وقالوا ياه هو في زي العربيات القديمة صاج حق بحقيقي زي العربيات اليومين دول ورق وفبر وبتقدر تبنيه بإيديك، وتلاقي واحد منهم بيستشهد بيقول لك ده أنا ابن خالد جوز عمتي كان معاه عربية 128 أولادة ودخل في مقطورة، بيقول لك إن طلبوا الإسعاف للمقطورة ويا دوب بس فانوس اتكسر من العربية عنده، وتلاقيه طبعا بيكمل ويقول لك عربيات زمان كانت أمان أكتر للركاب وغيره وغيره وغيره. فهل الكلام ده بقى صح ولا غلط؟ سواء صح أو غلط فليه؟ فقبل ما نبدأ جهز قهوتك أو مشروبك المفضل ويلا بينا نبدأ. في الأول كده تعالى نشوف الفيديو ده عبارة عن تصادم ما بين عربية قديمة وعربية جديدة، عبارة عن تصادم حر. وطبعا بعد التصادم ده شفنا الناس جوه العربية القديمة صاحبة غرافة الصاج التقيل تدشمله وتفعصه جوه الكابينة زي ما انت شايف. في العربية الجديدة الكابينة زي ما هي ما اتدشملتش ولا حصل فيها أي حاجة. تعالى نشوف الفيديو التاني ده للعربية معشوقة المصريين رقم واحد، وهي التويوتا كرولا موديل 1998 وموديل 2015، ونشوف المعجنة اللي حصل جوه موديل 1889. نبدأ بموديل 2015، نبص على الأضرار الخارجية دوب بس القايم التاني سنة صغير جدا بالكاد تشوفها اصلا، وداخليا الشاسيه ثابت مكانه. وركز في الحته بتاعت الشاسيه ثابت مكانه عشان افهمك قدام ليه ركزنا عليه. وبالنسبه للدميه فالاير باجز والستاير حمتها بشكل كامل. تعال نشوف موديل 1998. القايم اتبهدل واتعجن حرفيا. الجزء الامامي اللي هو المفروض الصاج التقيل اتفشفش عادي جدا زي الصاج الجديد اللي هو الفيب وبنقول عليه ورق. ده بقى بالنسبه للضرر الخارجي. اما الضرر الداخلي فالشاسيه ساب مكان. الدركسيون والكونسول الامامي كله خد الدميه بالحضن. الدميه اللي جوه اتهانت. سيبك من الاير باجز عشان هي حاجه متطوره شويه. بص على الكابينه ذات نفسها اللي اتفشفشت دي وفعصت الدميه جواها. حتى لو كان في اير باجز كانت النتيجه هتكون نفسها. العربيات القديمه كل الشاسيه بيكون مصنوع من نفس الماده، كلهم بيكونوا مصنوعين من حديد عز محمل 3 طن. اما بالنسبه بقى للعربيه الجديده فهي مصنوعه من مادتين او من خامتين بمعنى اصح. الجزء الامامي والخلفي من اول اكسدام لحد القوايم والشاسيه بتاع العربيه من فيبر. تقدر تتني الرفرف والاكسدام بايدك، ودي اسمها منطقه الفشفشه الكرومبل تيست. ركز لي قوي في الجزئيه الفبريه. تعال نخش على الجزء الثاني وهي كابينه الركاب، مصنوعه من فولاذ عالي الجوده HSS اللي هو هاي سبيد ستيل، اللي بيمنع التآكل والصدى واللي بموجبه برضه بيدي حماية أكتر للركاب. بس برضه ما فهمناش إيه السبب اللي خلى العربية القديمة تتعجن قصاد العربية الجديدة. للأسف يا صديقي أنت بتجبرني كل مرة نخش في جزئية الفيزياء دي اللي لا سني ولا لياقتي يسمحوا لي أخش فيها. دلوقتي عمي وعم عيالي وعيالك راجل كبارة كده اسمه روبرت فون ماير. مش عارف أنا بنطق اسمه صح ولا غلط، بس حتى لو بنطق اسمه غلط فعادي، ما غلطناش في البخاري. قال لنا إيه؟ قال لك الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، لكن تتحول من شكل إلى آخر. حلو؟ حلو أوي. تعالى بقى ركز لي في حتة لا تفنى دي. دلوقتي العربيتين دول ماشيين فيهم طاقة حركية. لما العربيتين دول وقفوا مرة واحدة الطاقة الحركية دي لازم تتنقل لمكان تاني. طيب إيه المكان التاني ده بقى؟ بالظبط صاج العربية. هتروح لصاج العربية، بس قبل ما تروح لصاج العربية لازم تفهم إن الطاقة دي بتتعافى وبتتجه لا مؤاخذة للطريق، والمكان الأسهل بالنسبة لها تنتقل ليه وتقدر تمشي فيه. العربية القديمة صاحبة الصاج حديد عز المحمل 3 طن، أنت القطرة ولا العربية؟ أكيد لا مؤاخذة أنت صديقي بدون إهانة. بس في العربيات الجديدة صاحبة الصاج الورق زي ما بنقول، فالعربية قطر منك، فالطاقة وقتها هتروح لأجزاء الفبر البسيطة. يا صديقي قوة الصدمة اللي بتوصل لك في العربيات القديمة 15 ضعف الصدمة اللي بتحصل لك في العربية الجديدة. ارجع وشوف كل فيديوهات التصادم اللي فاتت، هتلاقي الناس جوه الكابينة بتاعة العربية القديمة اتعجنوا جوه واتعملوا هوز وتوينكس. طبعا احنا عارفين ان هوز وتوينكس دول مقاطعة. يا راجل ده حتى العربية الصني اللي بنهزر ونتريق عليها ان هي عبارة عن ورقة نجحت قصاد عربية نيسان فيرسا القديمة. الصاج القديم ينفع في الخبطات الخفيفة والتريحات اللي بتحصل يوميا مش اكتر، انما في الحوادث الكبيره والصعبه لا قدر الله انت هتتعجن جوه. واخيرا ما تستخسروش في عوامل الامان وتفضلوا فتحه سقف او طاره مالتي عن ايرباج او نظام فرامل المساعده. واخيرا ما تنسوش تدعوا لاهلنا في غزه ربنا يتحموا من جوع ويامنهم من خوف وينهي المجزره اللي بتحصل فيهم دي. في نهايه الفيديو قول لي ايه رايك في خرافه العربيات القديمه صاحبه الصاج حديد عز والعربيات الجديده صاحبه الصاج الفبر اللي بنقول عليه ورق.
متنسوش تعملوا لايك للفيديو، شير، سبسكرايب وتتفرج من على اليوتيوب، وفولو تتفرج على الفيسبوك. سلام.